السلام عليكم ورحمة الله. جياني أنفانتينو رئيس الفيفا يفاجئ المنتخب المغربي بتصريح للتاريخ بعد نهاية كأس العالم وتحقيق الأرجنتين لقب البطولة. ولكن قبل ما نبدأ، عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جياني أنفانتينو أدلى بتصريحات اليوم لقناة الدوري والكأس القطرية، وقال: لا ننسى أن هناك بطل آخر غير الأرجنتين وهو المغرب. المغرب مثل العرب وأفريقيا لأول مرة في نصف نهائي كأس العالم، وهذا يعتبر إنجاز تاريخي، ونحن نشكر المغرب على هذا الإنجاز وننتظرهم في كأس العالم القادم بشكل أقوى. طبعا كلنا مش هننسى ان المنتخب المغربي تعرض لظلم تحكيمي واضح امام فرنسا وامام كرواتيا، وكان ده امام اعين الفيفا ولم يفعلوا اي شيء. حاليا الفيفا ماشية بالمثل المصري: تقتل القتيل وتمشي في جنازته. بعد ما اقصوا المنتخب المغربي من نصف نهائي كأس العالم بفعل فاعل، جايين يباركوا للمنتخب المغربي على المركز الرابع. واساسا المنتخب المغربي كان المفروض هو اللي يلعب النهائي مكان فرنسا امام الارجنتين، ولكن من الواضح ان البطولة كانت موجهة من البداية، وان في وقت معين كانوا عاوزين يخرجوا فيه المنتخب المغربي علشان يتأهل المنتخب الفرنسي، لان المغرب لو كانت في المباراة النهائية امام الارجنتين كانت الارجنتين هتلاقي صعوبة بالغة في تسجيل الاهداف، لان المنتخب المغربي بيلعب بذكاء كبير جدا وهو افضل خط دفاع في البطولة. فبكل تأكيد المغرب ما كانتش هتستقبل الهدفين اللي استقبلهم المنتخب الفرنسي في الشوط الاول بالشكل الغريب ده. كمان أسود الأطلس لما بتسجل هدف بتقدر تحافظ عليه بشكل كبير جدا، واسألوا كريستيانو رونالدو. ولكن قدر الله وما شاء فعل، وبإذن الله تتعوض في بطولة كأس العالم القادم للمنتخب المغربي. واحنا كمصريين وعرب بنبارك للمنتخب المغربي على حصوله على المركز الرابع في كأس العالم، والهزيمة من كرواتيا لا تقلل أبدا من المنتخب المغربي، فالآن هو أفضل رابع منتخب على مستوى العالم ويستحق التكريم. والحمد لله طول البطولة كمصريين بندعم منتخبنا التاني المغرب. لو انت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك ونورنا واشترك في القناة.